السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الذرة او البسيسة. كان طعمها جميل جدا. تعالوا نشوف مع بعض عملناها ازاي. عملتها بقشر البرتقال. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. معايا كوبايتين من الدقيق الذرة، ممكن اجيب الدقيق الاصفر او الابيض عادي. معايا 3 بيضات، 3/4 كوب سكر، 3/4 كوب زيت، و3/4 كوب لبن. ومعايا هنا كوباية دقيق ابيض. طبعا الدقيق كل ده انا نخلاه. هنزل بقى بالمقادير السايلة بتاعتي، هحطها كلها في الخلاط. هنزل كده بالبيض والسكر وهنزل باللبن. معايا 2 باكت فانيليا. معايا معلقتين خل كبار، ودول اساسي معايا في اي معجنات او اي كيكة، بيدي تراوح جميلة للعجين. هنزل بقى بالزيت. انا معايره كله بمج واحد. معايا قشر بقى برتقانه كده حلو، انا بشرب بالمبشره. غسله البرتقانه كويس وبشرب بالمبشره. اقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنزل بكميه الدقيق بتاعتي. الدقيق ده انا نخلاه كويس جدا. انا بحب اعمل دقيق الذره اكتر من الدقيق الابيض. هنزل بباكت كده من البيكنج باودر او كيك شيف المتوفر عندنا. هقلب كده المقادير الجافه كلها مع بعض. طبعا انا حطيت رشه ملح مش هنساها. هنزل بقى بالخليط بتاعي كله. هقلب الخليط بتاعي كده. كيكة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة خالص، وكل حاجة موجودة عندك في البيت. لو عجبكم الفيديو ممكن تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك. معايا بقى صينية مدهونة، اي مادة دهنية عندي، زيت او سمنة، بس انا عشان حاطة في العجينة زيت فبرضو هدهن بزيت. وهنزل بالكمية بتاعتي كلها. هدخلها في الفرن على درجة حرارة متوسطة في الرف اللي في النص، بتقعد تلت ساعة بالظبط. معايا كده بقية البشر بتاع قشر البرتقال. هنزل على وش الصينية كده. ما نخافش هو ما اتحرقش مني. بصوا ما شاء الله، كيكة خفيفة جدا وطعمها حلو قوي مع كوباية شاي بلبن. مش محتاجة اي حاجة تاني للفطار.
بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.